السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا مشتركاتي العزيزات في مطبخي الاقتصادي البسيط لأم داود. المشتركات الجدد نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي، شرفتوا قناتي. اليوم راح نبداو مع بعض، راح نديروا وصفتين. نبداو بالصلاة والسلام على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبداو في الوصفة تاعنا. الوصفة الأولى راح تكون بديل زبدة اللوتس بطريقة بسيطة وتجي بزاف بنينة. مقاديرها جد بسيطة، براكو تشوفوا تبع شوية غالية، تقدروا تحضروها في البيت وتستعملوها. هنا عندنا 200 غرام تاع قاطو. القاطو كي نشروه بسكوي نصيبو يعني في شحال فيه من غرام. انا كنت شريت هنا باكي فيه 200 غرام، نرحيه حتى يولي غبره بالاشوار وانتم استعملوا واش عندكم رحيبه، يعني باش مرفين ترحو حتى يولي معنا غبره. انا هنا ما نستعملش الصوت، البيت تاعي جاي يعني على الطريق، عندي بزاف الصوت، يعني دائما نصور باش ندير الفيديو. راكم تشوفوا بهذه الطريقه حتى يولي معنا غبره. ننتقلوا للخطوه الثانيه. عندنا نص كاس تاع سكر، نديروهم في مقله ونقصوا لهم النار، نخلوهم يذوبوا على نار قليله بغردهم. بهذه الطريقه السكر راه يتكرمل معانا، طريقه بسيطه تاع كراميل خفيفه، يعني ما تجدكمش. كي يذوب معانا السكر مليح، نديروا معانا 2 مغارف تاع مارغرين يكونوا معمرين، ندوبوهم مليح بهذه الطريقه. هاد الوصفه صدقوني تجي جد رائعه، كنت درتها في بيتي وشاركتها معكم، بنينه بالبزاف ويحبوها الاطفال. هنا نديروها عليها وهي سخونه، ونستعملوا هنا الاشواء. نعاودوا يعني هذه الطريقه، هذه الوصفه تجي في الاشوار. نعاودوا نخلطوا المقادير. هنا ناخذوا معنا 2 مغارف تاع حليب بودره، درتلو ماء مغلي، يولي هنا معنا كاس ماء بحليب البودره مغلي. تقدروا هنا تستعملوا حليب يعني واحد اخر يكون كونديا، لازم حليب يكون ثقيل. الحليب هذاك تاع الشكار دي فوا يجي خفيف كلمه، يعني ما تخرجناش الوصفه. ديروا بشويه، ديروا تدريجيا بهذه الطريقه، يعني هو كلش واضح. هنا راهي واجده معنا. هنا كنت درت مغرف تاع قرفه، مغرف صغيره تاع قرفه، نسيت هنايا يعني ما درتهاش في الفيديو، ما صورتهاش معكم. هذه زبده اللوتس لازم تكون فيها القرفه، اصلا البسكوي تاع اللوتس يكون مخدوم بالقرفه. هنا تكون واجده معنا. شوفوا يعني هذه الوصفه خفيفه ظريفه، وانا نحب نشارككم كامل وصفاتي البسيطه كما عودتكم في مطبخي الاقتصادي البسيط. اليوم راح نديروا عفوا الوصفه الثانيه، راح تكون شوكولا تاع طالع عاديه، يعني ديروها للدراري، انا درتها لولادي كلاوها ما شاء الله. بسيطه، مقاديرها بسيطه وبطريقه جديده. راح نديروها مع بعض. نبداو على بركه الله. عندنا ريتله تاع حليب، نديروا معاها 1.5 كاس تاع سكر، نخلطوهم. هذه الوصفه يعني تقدروا تستعملوها كحليب محلى، ديروها فوق النار. يعني اللي حبيتوا ديروا حليب محلى تقدروا ديروا هذه الطريقه. خلطوها مليح، ديروا مغرف تاع لافاني، ديروها فوق النار على نار قليله. كي يبدا يغلي نديروا هذيك المغرف تاع لافاني، نقصوا النار تكون قليله، نبداو نخلطوا حتى ينقص معنا شويه هذاك الحليب، يولي ما يفتش. نخلوه راه يعقد غير بعقله. هنا راح نتحصلوا على حليب محلى. ناخذوا هنايا معنا نرحو البسكوي قاطو قيس كاس. انا هنا كنت رحيت قيس كاس تاع بسكوي، اي بسكوي يعني كان عندكم في الدار استعملوه. طريقه بسيطه بهذه الطريقه يكون غبره. هنا الحليب تاعي راهو جد،
هنا راه سخون، تخلوه حتى يعقد مليح، تحصلوا على يعني شغل يولي كريمه شويه ثقيله. هنا كون درتو في الفريجيدار دخلوه في الفريجيدار على الاقل 2 سوايع وتبداو تخدموا به. كنت هنا درت 2 كيسان من هاد الحليب المحلى اللي خدمته، كاس تاع الكاطو اللي كنت رحيته. نتمنى تكون الوصفه واضحه امامكم. هنا عندنا 3 مغارف تاع كاكاو، وكنت درت عطر البندق. الا ما عندكمش ديروا عطر تاع كراميل، تقدروا هنا ديروا يعني عطر الشوكولا واش عندكم. وهنا تبداو تخلطوا برا ميكسور، تخلطوا مليح حتى يبدا يعني يتميكسا معاكم. وفي الاخير تضيفوا نص كاس تاع زيت. هذه هي الوصفه، قلت لكم يعني بسيطه. يعني عندي معلومه تحبوا تستغناو هنايا على الكاطو ما ديروهش، ديروا كاس تاع كاوكاو ترحوه غبره مع مغرف تاع زيت، يعني تعوضوا الكاطو اللي كنت درتو انا باش تكون وصفه تاعي اقتصاديه. ديروه نتوما بالكاوكاو. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى يكونوا نالوا اعجابكم هذه الوصفات الخفاف اللي يعني درتهم معاكم. ونقول لكم حبيباتي ما تنسونيش بلي جيم ولي زابوني. مع السلامه في وصفه اخرى.